تعالوا بقى نشوف بعد دقيقتين بالظبط، دقيقتين 3 بالظبط. بصوا بقى، بصوا بخار اهو، بخار. عارفين هقول لكم على حاجه، اعملوا كميه كبيره جدا منه، لانه انتوا لو عملتوا كميه صغيره هتزعلوا جدا. اعملوا كميه كبيره، يعني دي الكميه دي كلها طلعت من 3 كوبايات دي وربع. انتوا اعملوا مثلا كيلو، كيلو ونص، وزي ما هو كده وحطيه في الفريزر. سندوتشات المدارس بقى، يوم بقى سندوتشاتك في البيت وكريباتك وكده. بصوا 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 بقى، بصوا العيش قمر قمر قمر. بصوا، عايزه اقسم لكم ده من جوه. يا سيدي نص كوبايه زيت، واهم حاجه عندي في التركايه دي هو الزيت. انا عايزه زيت نضيف خالص، اللي هو اي زيت عباد شمس، خالي من الكوليسترول ونضيف جدا. تمام، اهم حاجه عندي في الوصفه دي اول ما الزيت يبتدي يسخن انا ممكن اجربه بحبه. ايوه كده بالنسبه لي السخونه اللي انا عايزاها. هبتدي بقى هنا معايا 3 معالق دقيق بالظبط، هشوف الخليط هياخد معايا قد ايه. بس اهم حاجه وانا بعمل اقلب دي، هنزل بالمعلقه الثانيه. وهعمل كده، مش عايزه الدقيق يكلكع مني خالص. هيحتاج مني المعلقه الثالثه هحطها، لان دول 3 معالق هرميين. فانا ايه عشان ما بهدلش الدنيا حواليا بنزل بالواحده. بس كده، مش هعوز اكتر من كده. هسيبه لغايه ما يشكشك او يعمل ايه شكشك دي يتكتك كده ويعمل فقاقيع صغيره زي البشاميل كده، وهرفعه من على النار. بصوا كده بالنسبه لي هو تمام خالص. هسيبه يبرد تماما. ويا جماعه العجينه بتاعتنا دقيق ملح ميه فقط لا غير، ماشي. ومعايا كوب من الميه، هنزل كده شويه وهبتدي ايه الف الاول العجين. هنا هنزل ببقيه الميه اهو، وابتدي برضو الف العجين. المفروض يعني لو عايزه تعملوه على العجانه وعندك اعملي، بس انا لقيتهم ما يستاهلوش، فانا قلت هعجن ايه بايدي. هخلصهم عجن وارجع لكم. هنا العجينه اهي بعد ما اتعجنت. بصوا انا عايزاها كده، اللي هي بصوا شايفين المطه، هي دي. وايه بقى بتلزق خفيف. هسيبها ترتاح شويه وبعد كده اقول لكم نعمل فيها ايه. العجينه هكتب لكم مقاديرها بالظبط وخدت معايا ميه قد ايه في اول تعليق. بصوا شايفين هي بعد ما ارتاحت دلوقتي هتبقى لينه. هفضل هعملها كده، والاحسن لو انتوا هتلبسوا جلافز زي او بايديكم، بلوا ايديكم زيت او ميه بسيط قوي عشان ما تلزقش في ايديكم. وهبتدي اقطع الواحده حوالي 50 جرام، قد ليمونه كبيره شويه. بس انا وريتكم الاحجام، بوريكم الحجم. بصوا كده اهي، دي حلوه خالص. 60 70 50، المهم تطلع في الرينج ده. تمام اهي. هحطها هنا، هرش شويه دقيق كتار كده. بصوا هو عباره عن تكنيك معين لازم تمشي عليه بس، لكن هو عجينته سهله جدا وبسيطه جدا. تيجي اعمل كده، خليها نص دايره عشان اكمل بعد كده. بالنسبه لي انا كده بالنسبه لي حلوه قوي. الثانيه بصوا عملنا الاولى في دقيقه اهي، نفس الموضوع كده اهو، نص فرده عشان هنكملهم فرد بعد كده اهي. بصوا
ده السمك بتاعها. وهبتدي انفض كده من حواليا كده الدقيق، وهشتغل 3 لو انتوا لسه مبتدئين اشتغل 2 اشتغل 3 لكن ما تشتغليش اكتر من كده. ونفض كده الدقيق اهو تمام. واجي عند الخليط اللي انا عملته في كل مره هقلبه كده عشان هو ايه تقليبه حلوه قوي، فاهميني؟ تقليبه حلوه قوي كده. في كل مره هعمل الحركه دي عشان ارجعه لقوامه تاني. بصوا عشان الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. بصوا بقى هنا لازم اعمل كده على الحروف كلها الاول تمام اهو، عشان الحروف دي هي اللي هتفتح لي بعد كده ايه الطبقات. شايفين كده؟ بس كده اهو. المهم ايه زي ما قلت لكم هنعمل الحروف دي عشان ما تلزقش مننا او يتقطع مننا كده. نجيب الطبقه الثانيه ونفضها كده زي ما انتم شايفين ونحطها فوق اختها بالظبط. حاولي على قد ما تقدري تخلي ان الطبقات كلها ايه قد بعض. واعمل كده واعمل كده بنفس التكنيك بالظبط. بس وهكمل بقيه الطبقات بنفس الموضوع بالظبط. هنعمل 3 او 2 مش ازود من كده للمبتدئين جداد. بصوا كده قفلت اهو الوش من فوق وابتدي اعمل كده. ما تخليهمش رقيقين، لا خليهم على قد الطاسه اللي هتشتغلي فيها عشان ما يبقاش رقيق او ايه ما يبقاش طبقات تطلع طبقات. بصوا كده هاجي عند الجنب التاني هعملها كده اهو. حاولوا بقى تدوروه زي ما انا بحاول اهو عشان يبقى مدور وحلو كده. وانا بالنسبه لي كده هو ده القطر المناسب جدا. هنفض الدقيق من حواليه كده بس وابتدي اشتغل فيه تمام. يلا بقى نحط هنسويها على البوتاجاز. نسخنها وانزل عليها بندعي الزيت كده لمس الزيت بس. خلي بالكم اللي هي بتسخن بسرعه جدا. وهنزل كده. بصوا لازم اسيب السنتي ده عشان هي تستوي كلها في النص. وهسيبها على نار هاديه يا دوبك 30 ثانيه مفيش غيرهم 30 ثانيه بالظبط كده. هنقلبها على الوش التاني. انا مش عايزاها تاخد اي لون وانتوا شغالين فيها كده ابتدوا لفوها كده عشان تاخد كل الجوانب. بصوا ادي الجنب التاني ادي الجنب التاني. يا سلام على الحلاوه. بصوا التوريق ده اهو. ده 4 طبقات كل طبقه خلع. الوقت ده هعمل كده عشان هي ايه سخنه. وهعمل كده. بصوا انا عامله لكم ايه هنا على طول. لازم الحركه دي تتعمل. لو ما اتعملتش الحركه دي واتقفل عليها الكيس هينشف معاكي. انت لازم تعملي كده وكده وتسيبيه كل مره على كده.